المتحدث والسيد المالكي والسيد العبادي اللي طرح في الاجتماع، وأسماء أخرى طرحت من بعض الشخصيات العراقية. بس لا لكن تخضع لمبادراتكم بهذا نعم، لمعاييركم، وفق المبادرة أنتم لازم يكون منتخب. هذه رؤيتنا. فكان الحديث عن الأسماء الثلاثة، فأنا بادرت قلت لازم كل الأسماء الثلاثة وأولهم المتحدث نروح لعقد هذه اللقاءات الثنائية ونتحاور مع هذا الطرف السياسي أو ذاك من قادة الإطار التنسيقي حول مبررات الترشيح، الرؤية، البرنامج، وأيضا نستمع للملاحظات، التحفظات، المخاوف، حتى نحسم الوضع وما نبقى في دوامة التأجيل والاجتماعات والكذا. وإن شاء الله احنا ماضين بهذه هذه المبادرة وبهذه الآلية. طب تسمح لي أكون صريح معك أكثر. حضرتك الآن تحددت المعايير وتقول أنتم المرشحون تذهبون إلى كل هذه الكتل، ليش ما بتجلس حضرتك والرئيس المالكي وتكشف الأوراق وتتفق على من يكون رئيس وزراء؟ لأنه واضح أنه الاستقطاب هنا داخل العراق بين حضرتك ومن معك وبين الرئيس المالكي ومن معه. آه، هل هذا القرار، الستاجي دقيق؟ نعم هذا القرار قرار الإطار التنسيقي، وليس قرار السوداني والسيد المالكي. وهذه أيضا وجهة نظر السيد المالكي أكدها في آخر اجتماع. هذا القرار قرار الإطار، قادة الإطار التنسيقي، الكتلة الأكبر دستوريا شعبيا، هو من يتحمل مسؤولية الاختيار، مو شخصين نختزل المشهد السياسي ونواجه هذه التحديات. والله هي قضية شخصية بيني وبين فلان حتى نختار واحد، لا. وقرار الإطار نحترمه كلنا،